مش فاهم الزملكاوية زعلانين ليه يا ابني؟ هو ده العادي بتاعك، هو ده العادي بتاع فريقك، طول عمره ما بيسترش. يعني الأهلي مقدم مستوى سيء ويمكن أسوأ بداية دوري في تاريخه، وانت مستني فريقك يكسب ويفضل ماسك في صدارة الدوري؟ ما ينفعش يا ابني، مش ده الزمالك. من يوم ما وعيت على كرة القدم هو الزمالك كده. عارف انت المشهد بتاع عادل إمام في سلام يا صاحبي لما قال له بطة مش ليك يا مرزوق؟ القمة مش ليك يا زمالك. تحس ان الزمالك عنده مشكلة انه يفضل متصدر الدوري. ما تفكرونيش اناني، انا متعود على التاني ويا ريته فضل تاني. مفروض اصلا حالة الزمالك تتدرس، نادي السلكان العالمي. الاهلي يقع من هنا يتصدر بقى وهو يتصدر المشهد؟ لا والله ما يحصل. ده انا الزمالك امبارح بيقع قدام وادي دجلة بهدفين. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه العسل ده؟ ده وادي الذئاب مش وادي دجلة. بس انا مش جاي اكلمك في فنيات. الفيديو كان توضيح للزملكاوية حديث العهد. يا ابني هو ده فريقك، هو ده العادي بتاعه، مش حاجة جديدة. من يوم ما وعينا على الكورة وهو الزمالك كده، هو الزمالك كده نادي السلكان الحقيقي. اه والله نادي السلكان الحقيقي. لا، وقصة ان الدياسطي هو اللي جاب الجون ده قصة تانية لوحدها. الدياسطي رشق الفجلة في طيبة قلب ابو نبلة. والله الواحد مش عارف يودي جماهير نادي الزمالك ده فين. فكرنا بحاجات كان الواحد ناسيها والله. انا بس مش فاصلني ضحك غير الجمهور السالك اللي ملحقش يحفل 24 ساعة على الاهلي، والاعلام السالك امبارح اللي طالع يقول لك الحياة بقى لونها كارتي. طب خد الجديد بقى يا عم الحاج. الحياة بقى لونها دجلة وانا فجلة وانت فجلة.